ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده اهم فيديو انا صورته في حياتي ببساطه، لان الفيديو ده هو دعم لمشروعي الخاص. لو انت بتتفرج على الفيديو ما تنساش طبعا اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب، لان هم دول اساس اللي انا هقوله. قبل ما اقول لكم الطلبات او الاسئله، اللي يقدر يكتب كومنت على الفيديو ده هيساعدني جدا، واللي ما يقدرش يكتب كومنت يكفيني انه يعمل لايك وشير للفيديو، واللي ما يقدرش يكتب كومنت ويعمل لايك او شير للفيديو انه يتفرج الفيديو للاخر. لان تخيلوا معايا كده ان الفيديو يوصل 1,000,000 مشاهده، في الحاله دي انا هقدر انفذ مشروعي وهفرحكم كلكم. او تخيلوا اكتر انه يوصل 10 مليون مشاهده، انتوا كده بتثبتوا لي وبتقولوا لي يا ادهم احنا في ظهرك ومعاك ويلا نفذ المشروع. دعمكم للفيديو ده هو الاساس. نخش بسرعه على المطلوب عشان انا مش عايز الفيديو يبقى طويل عليكم. انتوا شايفين جنبي على الشاشه شويه اسئله، وشايفين صوره للمنتج اللي انا هعمله ليكم باذن الله. طبعا الصوره بلور وانتم مش شايفينها كويس، لان هي دي المفاجاه. بالرغم من اني عملت مسابقه لكل الناس انهم يعملوا تصميم جديد للمنتج، ولكن للاسف كل الناس استخدموا ذكاء اصطناعي وشات جي بي تي وجوجل جيميناي وكل ادوات الذكاء الاصطناعي علشان يعملوا لي تصميم لكيس البوزو او البفك او البفس او السناكس ايا كان المسمى. فكل التصميمات طلعت شبه بعض، وطبعا اخينا الذكاء الاصطناعي مش فاهم يعني ايه عربي، فعمال يكتب على الاكياس حاجات هيروغليفيه، واضطريت ان انا بنفسي بما اني مهندس ديكور ومصمم جرافيك ان انا اقعد اعمل لكم التصميم بنفسي، وعملت لكم احلى تصميم. ولكن تعالوا بقى نبدا في الاسئله والطلبات اللي انا عايزها منكم، وركزوا كويس جدا يا جماعه وجاوبوني على كل سؤال مترقمين. يعني كل واحد عنده اجابه يكتب 1 وجنبها الاجابه، السؤال رقم 2 يكتب 2 وجنبها الاجابه، علشان اعرف ردكم على كل سؤال انا سالته. اول سؤال معانا، انا طبعا اخترت اسم المنتج وانا شخصيا عاجبني جدا، ولكن انا محتاج اعرف ارائكم لاسم منتج جديد بسيط مميز وسهل الحفظ ويتكتب بالعربي والانجليزي. ده اول سؤال، اللي عنده اسم حلو جديد للمنتج يجاوب على السؤال الاول. السؤال الثاني، بما ان الكيس هيكسب هدايا وفلوس وذهب، انتوا عايزين سعر الكيس كام؟ وقدامكم في السؤال الثاني اختيارات: 5 جنيه، 10 جنيه، 20 جنيه، 30 جنيه. جاوبوني، اكتبوا رقم 2 واكتب السعر اللي انت عايزه للكيس. السؤال رقم 3، عايزين ايه يا جماعه يبقى جوه الكيس؟ بما ان الكيس المفترض ان هو هيكسبكم هدايا، ولكن انا هضيف كمان انه يكسبكم فلوس، فقولوا لي انتوا عايزين في الكيس هدايا بس ولا فلوس بس ولا الاتنين مع بعض؟ يعني عايزين هدايا وفلوس. تالت حاجه ودي مني انا وابتكار واختراع رهيب هيعجبكم كلكم، ان في مفاجاه هتبقى جوه الكيس، مفاجاه محدش هيتخيلها، وهيبقى في تحدي صادم لكل حد هيجرب المنتج بتاعي، مش بس للاطفال لا وللكبار كمان. يعني بابا او ماما قبل ما يشتروا لك الكيس هيبقوا واقفين جنبك علشان يعرفوا ايه اللي جوه الكيس. مفاجاه مش هقدر احرقها دلوقتي الا لما نقدر ننفذ المشروع. السؤال الرابع، احنا هنبدا مبدئيا ب3 اطعمه للكيس، فاختاروا معايا يا جماعه ايه اكتر الاطعمه اللي انتوا بتحبوها، ولو عندكم طعم اكتبوه لي جنب رقم 4. احنا عندنا دلوقتي جبنه وجبنه متبله، شطه وليمون، كاتشب وخل وملح. اختاروا طعم واحد يا جماعه، كل واحد يختار الطعم المفضل ليه علشان اقدر اختار منهم 3 اطعمه كل الناس تقدر تحبها، وفيما بعد باذن الله المشروع ينجح واقدر اعمل لكم كل الاطعمه ونخترع كمان اطعمه جديده. السؤال رقم 5، اكتبوا لي جنب الاجابه رقم 5 انتوا منين، محافظه ايه وبلد ايه، علشان اعرف يا جماعه المندوبين هنوزع في انهي محافظات الاول. بما اني مش هقدر ابدا بكميات كبيره جدا، لازم ابقى عارف او عندي حصر للمحافظات اللي انا هقدر ابدا اوزع فيها. ويا عالم لو الفيديو ده وصل ل10 مليون مشاهده مثلا، خلونا احلم، انا هقدر باذن الله اوزع على جميع المحافظات، وكمان اوزع خارج مصر، السعوديه والاردن والكويت والامارات وكل البلدان. انتوا هتكونوا سبب بعد ربنا في الفيديو ده بالذات لدعم المشروع. انا كده تقريبا خلصت كل الاسئله، مستني ردكم في الكومنتات، وما تبخلوش عليا بلايك او كومنت او شير، لان والله يا جماعه انتوا هتكونوا فعلا سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في نجاح المشروع ده. ده مشروع انا بحلم بيه بقالي سنين، ان انا اقدر افرح كل الولاد في العالم، حتى المصريين والعرب اللي خارج بلادهم، اقدر اوصل لهم المنتج بتاعنا لبره في اوروبا، ونعمل منتج ينافس السوق المحلي والسوق الاوروبي كمان. انا عندي امل في ربنا كبير قوي يا جماعه في المشروع ده بجد، لانه حلم من احلامي، واجابتكم على الاسئله هتحدد حاجات كتير قوي انا عايز اعملها ليكم. فاوعى تبخل عليا بالرد في الكومنتات وتجاوب على كل الطلبات والاسئله، لان ده هيساعدني ان انا اطلع لكم منتج بجوده عاليه، الهدايا اللي انتوا بتحبوها وفلوس كمان، زائد المفاجاه اللي انا هعملها لكم، مفاجاه باذن الله هتفرح ناس كتير سواء كبير او صغير. انا 24 ساعه دماغي شغاله في المشروع ده، بكتب وارسم وخطط وبحسب واشوف تكلفه كل حاجه هتكلفني كام، بشوف ايه افضل المصانع والشركات اللي انا هشتغل معاها، بشوف طرق التوزيع والمندوبين اللي انا هقدر اتعامل معاهم اللي بيراعوا
يدعوا ربنا ويوصلوا المنتج لجميع المحافظات في مصر. ولو انتوا تعرفوا حد عنده مصنع لتصنيع البافس او البفك او السناكس او البوزو زي ما بنقول، اكتبوا لي برضو في الكومنتات اساميهم علشان اقدر اتواصل معاهم. هعيد معاكم الاسئله تاني مع انها مكتوبه على الشاشه، ولكن ركزوا يا جماعه في كل اجابه. رقم 1، هتبتكر اسم منتج بالعربي وبالانجليزي، محدش يكتب كذا اسم يا جماعه، هو اسم واحد من وحي خيالك مش منتج معمول قبل كده. رقم 2، اختاروا سعر للمنتج، 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه. رقم 3، عايزين ايه يا جماعه جوه الكيس، هدايا ولا فلوس ولا هدايا وفلوس زائد المفاجاه اللي هعملها لكم. 4 يا جماعه، اختاروا طعم المنتج اللي انتوا بتحبوه، كل واحد بيحب طعم منتج يكتبهولي، اللي بيحب الجبنه يكتب جبنه، اللي بيحب جبنه متبله يكتب، اللي بيحب شطه وليمون يكتب، كل واحد يكتب طعم واحد، لان انا هختار منهم 3 اطعمه اساسيين هنبدا بيهم المشروع. رقم 5 وده الاهم، اكتبوا لي انتوا منين ومحافظه ايه علشان اعرف انا هوزع المنتج في الاول على اي محافظات بالظبط. ورقم 6 واخيرا وليس اخيرا، انا بحبكم جدا ومستني دعمكم على الفيديو ده بالذات، لانه فعلا اهم فيديو انا صورته في حياتي. جو حر وعمال اعرق وطافي كل حاجه علشان الصوت يطلع كويس، وبحبكم جدا. باي باي، مستني دعمكم وما تبخلش عليا باللايك والكومنت والشير، وانتظروا فيديو تاني اقول لكم عن النتائج اللي انا وصلت لها من كومنتاتكم، واقول لكم هبدا المشروع فعليا امتى، لان الفيديو ده باذن الله هو اللي هيحدد امتى هبدا في المشروع. لو جالي منه ارباح محترمه هقدر ابدا المشروع بسرعه، ولو ما جابليش ارباح انا مش هقدر ابدا المشروع بسرعه لحد ما اكون قرشين اقدر بيهم افتح المشروع بتاعي. وبحبكم قوي يا جماعه، وانتوا دايما في ظهري وبتساندوني في اي حاجه بطلبها منكم. مش عايز اطول عليكم، باي باي.